القرد في اليابان، القرد بانش يلي كل الناس تعاطفت معه على منصات التواصل الاجتماعي ونشرت الفيديوهات تبعه لأنه قصة صارت ترند على منصات التواصل الاجتماعي. القرد بانش أمه تركته ناس تقول ماتت وخلته ناس تقول هي ما عاد بدها هذا القرد الصغير. اجوا الناس اللي عم بيشتغلوا في حديقة الحيوانات وعطوه الدمية هاي مثل ما انتم شايفين، وصار يفكرها أمه، صار يتعاطف معها وما عاد يعرف ايش يساوي ويتعلق بها بشكل كبير. صار وين ما بيروح ياخذها معه لحتى يفكرها هي أمه حسب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي. ناس كتير تعاطفت بهذا الموضوع لأنه القرد صار وين ما بيروح القرود الثانية صارت عم تضربه وتتنمر عليه حسب ما هيك الفيديوهات تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. لكن بالأول وبالأخير هذا يوضح لك أنه حنان الأم ما في بعده، لأنه هذا تعلق بهاي الدمية وصار يفكرها أمه لأنه هي تركته وهو صغير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هاي قصة القرد توضح لك إنه حنان الأم ما في بعده، حنان الأم ما يتعوض. سبحان الله، القرود الثانية كلها صارت عم تضرب هذا القرد، وهذا تعلق بهاي الدمية يفكرها أمه. اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات، برأيكم إنه هاي القصة إنه أمه تركته ولا أمه توفت، ولا تكون كلها من شغل الذكاء الاصطناعي مثل قصة جيسيكا وهاي الأمور كرمال الترندات. كان معكم يا ترند، لا تنسون زر المتابعة.